بيبدأ الانمي بالراجل ده وهو بيجري في الشوارع زي المجنون لحد ما بيوصل لشارع وبيكون قدامه ناس وبيقول لهم انتوا ازاي وصلتولي، ازاي عرفتوا ان انا. وساعتها في قنبلة دخان بتترمي، بس هو بينزل فيهم ضرب واحد ورا التاني ولا اظنه كان خايف منهم. وفي واحد منهم بيرمي عليه شوريكن بس بيقدر يتفاداها وبياخد السكينة وبيفضل يخلص عليهم واحد ورا التاني لحد ما واحد قدر ان هو يسيبه في رقبته، وفي اتنين كمان بينزلوا يطعنوه، وبعد كده واحد بيمسكه بالحبل من رقبته بيجرجره في المكان زي كانه بيشنقه. والواد يا عيني مش قادر يعمل حاجه قدام الوحش ده لحد ما الوحش ده نزل على دماغه فجر امها، وبيطلع له ان هو خلص على الهدف وبيسيبه كده وبيمشي. وبعد مرور الحادثه دي بايام بنروح في احدى المزارع عند الراجل ده وهو بيتصلح الموتوسيكل بتاعه واللي بيكون اسمه لوجان، وبيجي له ابنه الصغير اللي اسمه رين وبيلعب معاه. وبتجيله مراته بتقول له ان القناع اللي ابنهم لابسه ده واحد صاحبه اداهوله كهديه تذكاريه. وابنه بيقول له الواد اللي اداني القناع ده قال لي ان الاونو ده اسمه اسطوره شيطان معروف في اليابان. فابوه بيقول له يا عم مش مشكله، امك هتبقى تحميك منه، ايه رايك بقى تساعدني في تصليح الموتوسيكل دلوقتي؟ بس ماري بتقول له يصلح معاك ايه وانتوا بالمنظر ده انت وهو. وبعد كده وهم في البيت ماري بتكون مشغله الاخبار، والاخبار بتذيع الحادثه اللي حصلت للواد اللي شفناه في الاول، وبيقولوا ان ده ممكن يكون بسبب منظمه اجراميه او حاجه شكل كده. بس ماري بتكلم لوجان وبتقول له هم ممكن يكونوا اللي في بالنا، بس ابنهم بيطلع كده وهو لابس القناع بيقول لهم ده اللوني ده عشان هم اشرار وانا شرير واحنا كلنا زي بعض. انا عارف يا عزيزي المشاهد ان انت كنت في احداث جامده في الاول وبعد كده نقلتك لاحداث عائليه جميله، فانتظرني بس كده شويه. ابوه بياخده من قفاه وبيوديه عشان ينام، وزي ما قلت بيكونوا عايشين حياه العيله السعيده. وبنشوف ان لوجان حاطط كاميرات في كل حته حوالين البيت وبيراقب المكان كل شويه. ولما بينزل بيلاقي ان ماري متوتره فبيقول لها ما تقلقيش عادي، فهي بتقول له مش عادي ده لانهم ما يعرفوش حاجه عن حياته حتى بعد ما سالوا الناس اللي كان شغال معاهم، وغير كده الطريقه اللي اتقتل بيها. فهو بيقول لها ما تقلقيش محدش عارفنا كده كده، والحاجات اللي بتحصل دي بتحصل على طول، وغير كده محدش هيلاقينا في المكان ده. فماري بتقول له انت متاكد؟ طب وحصد الارواح؟ فهو بيقول لها ما تركزيش عليه، وهو كده كده مش بيعمل الكلام ده لان هو زي ما انت عارفه بيشتغل لوحده، وما تخافيش من حاجه، احنا خلاص ما قدامناش غير ان احنا نعيش حياه اسريه جميله وسعيده. وبعد كده بيروحوا السوبر ماركت، وبعد ما بيمشوا لوجان بيمسح بصماتهم من على الباب، وبيعيشوا اجواء العائله السعيده. ولوجان مازال بيراقب البيت كل شويه، تحس ان الناس دي هربانين او خايفين من حاجه. وفي احدى الايام وهم بيتفرجوا على الاخبار بيطلع لهم الخبر الجديد عن ضحيه ماتت بنفس الطريقه، والشرطه بتقول ان ممكن تكون عصابه متسلسله او قاتل متسلسل اللي بيخلص على الناس بالطريقه دي. وماري وهي بتسمع الكلام ده بتقول للوجان دي الحادثه الرابعه على التوالي، ولاحظ ان لوجان بيكون قلقان شويه. وبعد كده بينسوا موضوع الحادثه او بيعملوا عيد ميلاد رين وحفله شواء وتورتايه، واللوجان بيديه بقى قناع جديد بدل القناع التاني، وبيكون مثال للعائله السعيده اللي قلنا كلمه العائله السعيده 100 مره لحد دلوقتي. وفي نفس اليوم بالليل لوجان بيحس بحاجه فبيقوم وبيقول لمراته انها هتفضل في الاوضه، ولما بينزل من الدور التاني بيلاقي ان في ضوء في المكان بره كله احمر. وفي لحظه بيظهروا النينجا اللي كانوا قتلوا الراجل وبيكسروا الازاز وبيهاجموا لوجان، بس لوجان بيتفاداهم وبيضربهم واحد ورا التاني، وبنشوف مهارته الكبيره في القتال، وبيخلص على الاول وبعده التاني والتالت. بس ابنه بينادي عليه، وساعتها لوجان بيتصنم في مكانه وبيقوم جري عشان يروح له، بس النينجا اللي عنده بيهاجمه. لوجان بيصد هجمته وبيضربه، وهو طالع على السلالم في واحد من النينجا بيرمي عليه ابر بتيجي في رقبته لزوره، لكن بيستمر وبيفضل يطلع. وبنشوف بان في شخص قاعد بره بيت لوجان في العربيه. بس مش مشكلتنا دلوقتي، نرجع تاني لوجان اللي اخيرا وصل للدور التاني، ولما وصل لقى اوضه ابنه هي كمان فيها نفس الضوء الاحمر. ومش كده وبس، ده في كمان نينجا ميتين، ولكن ما كانوش نينجا لوحدهم هم اللي ماتوا، بل بيكون رين وماري ميتين هم كمان. لوجان ساعتها بيتصدم وبيتصنم في مكانه، وبتكون في كهرباء بتطلع من اجسادهم. وفي نفس الوقت الوحش اللي قتل الراجل الاول بيكون واقف وبيقول للوجان ان مراته فشخت جزء كبير منهم قبل ما تموت، وبيغرس السيف في رقبتها ولسه هيتحرك، بس بيجي نينجا بيغفله من ورا ظهره وبيطعنه. لوجان ما بيكونش عارف يعمل ايه، متاثر بعيلته اللي ميته قدامه وهو كمان في عداد الموتى، لحد ما ساب نفسه للامر الواقع ومات هو كمان. وساعتها الشرطه بيوصلوا للمكان والوحش بيتاكد ان لوجان مات وقطع النفس خلاص وبيهرب هو واللي معاه. وساعتها الشرطه بتدخل وبتشوف المكان والجثه اللي فيه، وبعد فتره بنروح للمكان ده وبيكون فيه جثه
ايوه جثة لوجان، ولكن لوجان بيقدر يقوم، واول ما بيقوم بيفتكر على طول اللي حصل وهو مصدوم. بيفتكر شكل مراته وهي ميتة وهي كانت بتحمي ابنه، كان عليهم علامات الخوف. بيفتكر وقت ما الوحش رجع غرس الكتانة في رقبتها قدامه، كان بيستسلم لتعبه وبيقع على الارض. بعد كده الدكاترة بياخدوه وبيرجعوا يعالجوه، وبعد كده بيسيبوه يرتاح وبيقولوا له انت كنت في حداد الموت حرفيا. وبنشوف بعد كده الاتنين دول وهم بيكونوا رايحين للوجان، وبنعرف انهم وهم مستغربين برضو من ان لوجان بقاله 24 ساعة ميت ورجع للحياة تاني. وحابب بس افكرك يا عزيزي المشاهد ان كل اللي بيتقال في الانمي ده هو خرافات وملوش علاقة بالواقع والكلام ده كله. نرجع تاني للملخص بتاعنا. في الوقت ده الشخص ده واللي اسمه مايك، وانه من المباحث الفيدرالية وجاي يحقق في قضيته، وبيسأله لو يعرف مين اللي عمل كده وعمل كده ليه. بس لوجان مش بيرد عليه وبيكون متعصب، فبيسيبوه وبيمشوا. وهم ماشيين مايك بيقول لإيما ان لوجان عارف مين اللي عمل كده، وده كان واضح من ردة فعله، فعشان كده هم عاوزين يراقبوه بالتناوب. وبالفعل إيما بتكون بتراقبه بالليل، وهي بتكلم مايك وبتقول له ان لوجان على السطح من ساعتها وما اتحركش خالص. كون لوجان قاعد وهو بيفتكر ان من شويه الدكتور وهو خده عشان يوديه لعيلته ويوضحهم، بس قبل ما يخش لوجان وقف العربيه وكان متعصب جدا. نرجع تاني وهو قاعد على السطح وبيطلع دبوس من ايده وبيعالج نفسه بيها، وساعتها بتظهر الشرينكر من تاني والنينجا بيرجعوا. لوجان ساعتها بيقوم بسرعه، لكن المره دي مش بيسمي عليهم وبيخلص على طول واحد ورا التاني. الله الله على الحلاوه، كانت فين القوه دي وقت اقتحام البيت يا حلو. وساعتها لوجان بيستخدم قدره غريبه وبيختفي وبيظهر لهم على هيئه ظل وبيخلص عليهم مره واحده. ايما ما بتكونش فاهمه اللي شايفاه ولسه هتطلع، ولكن لوجان كان عارف بوجودها واداها ضربه بينيمها. وبيكون في نينجا اكتر وصلوا للمكان. لوجان بيروح لهم وهو متعصب ويخلص عليهم واحد ورا التاني ولا اظنهم لعبه في ايده، وبياخد عصايه من الارض وبيبدا يجري على الباقي، وواحد بينهم بيرمي شوريكان بس لوجان بيصدها وبيهجم عليهم كلهم. بيدخلهم الاسانسير وحرفيا بيغتصبهم كلهم جوه الاسانسير ومحدش قادر عليه خالص لحد ما وصل لتحت. وبيكون الاسانسير عباره عن مجزره حرفيا، وفي نينجا بيكونوا مستنيينه اكتر من الاول. روح بقى المايك اللي بيكون جه المستشفى عشان ايما ما تردش عليه، ولكن بيشوف المجزره قدامه حرفيا. نرجع تاني لوجان اللي بيكون خلص عليهم كلهم، وبيظهر له الزعيم بتاعهم. الزعيم بيقول له انت مش هتموت وتريحنا ولا ايه؟ لوجان ساعتها بيفتكر ان هو ده الوحش اللطخ اللي عامل كده مع مراته، وبيستخدم قوته وبيروح عليه بسرعه مجنونه، وبيدخلوا في اشتباك ضربه من ده على ضربه من ده ومحدش قادر على التاني. الوحش يقدر يربط لوجان بالحبل بتاعه وبيشده بيه، بس لوجان بيقطعه، بيرجع يهجم عليه من تاني وبيفضلوا هما الاتنين يضربوا في بعض، ولكن من غير فايده لحد ما لوجان استخدم قدرته وقدر ان هو يطعنه. الوحش بيكون فاقد توازنه، ولوجان بيمسكهم ويفشخه ويعذب فيه، وحرفيا بيطلع غله فيه. وبعد كده بيساله ازاي قدرتوا تلاقونا وازاي عرفتوا ان انا. فالوحش بيقول له ان انت تقدر تغير شكلك زي ما انت عايز، تخبى في اي مكان تتخيله، بس مستحيل تهرب من قدرك. وبنشوف ان ملامح وشه بتتغير، والوحش بيخاف اول ما بيشوف وش لوجان الحقيقي، وساعتها لوجان بيقرب منه بيفشخ امه حرفيا. وبعد كده بيروح يشوف مراته وابنه بيتحسر على نفسه. بيرجع البيت وبيكون بيحفر في الحيطه وبيطلع صندوق عليه علامه غريبه، ولما بيفتحه بيكون في قناع وصور ليه هو وعيلته وكم حاجه تانية. باختصار كده انهم كانوا متنكرين وان دي مش اشكالهم الحقيقيه. وبعد كده بيملى البيت ده كله بالبنزين وبيولع فيه بكل الحلو والوحش اللي فيه، وبيمشي وهو لابس القناع ونيته كلها هي الانتقام. بس يا ترى مين دول وايه اللي بيحصل ده؟ تعالوا بينا ناخد لنا لفه في ذاكره لوجان. وبيكون في شخص بيتكلم وبيقول ان اسرار العشيره بتاعتهم لازم ما تخرجش لاي حد بره، وما ينفعش تشاركها لاي حد في اي ظرف، ودي هي مهمتكم الوحيده. وكل ده عشان نحافظ على سلام الارض المشرقه. الارض المشرقه دي يا عزيزي اللي هي اليابان. ولكن بعد فتره من الكلام ده في هجوم ارهابي حصل هز العالم كله، هجوم اول مره يكون بالحجم ده. وساعتها رئيس المنظمه بيقرر ان هو يغير مكان منظمتهم، بدل اليابان ويروح تحت سلطه لقوه جديده، قوه اكبر واقوى، وانهم لازم طبعا يشاركوا قوتهم والفنون القتاليه بتاعتهم مع الاجانب ويوروهم قوتهم الحقيقيه. وده عشان اليابان، مش عشان هم خايفين ولا هم بيهربوا. لكن اللي هيخالف القاعده دي هيموت هو وعيلته كلها. وساعتها لوجان بيشوف مراته وابنه تاني وهم في عداد الموتى وبينادوا عليه، ولكن ما بيقدرش يعمل حاجه قدام منظرهم ده، وبيفوق على طول وبيكون في شخص مربوط قدامه. ولكن اول ما لوجان بيقوم بيرجع يقع تاني، وفي شخص بيظهر له بيقول له انت دخلت نفسك في موضوع انت اكبر مني يا لوجان مش كده؟ لوجان بيقول له انت جيت هنا ازاي؟ الراجل بيقول له والله القطط دي ما بطلتش نونوه وهي اللي دلتني عليك. وبعد كده بيقعد عشان يعالجه، بيعرف اللي حصل لماري. العجوز بيساله انت ابطلت
عملت تنكرك ليه؟ لوجان بيقول له المنظمه لقت طريقه تكشف بيها عن وجوهنا حتى واحنا مستخدمين النظام. وبعد كده بيقول للعجوز هو مش انت دكتور، ما تعالجني بقى ونخلص بدل ما انا مش قادر اتحرك كده. الدكتور بيبص على دراعه وبيلاقي عليه كدمه وبيقول له انت استخدمت الفن السري للوعي الصارخ مش كده؟ اياك تعمل كده مره تانية والا هتموت. ولكن لما بيبص على ظهره بيقول له بص انسى الكلام اللي انا قلته عن المره الجايه، انت ازاي ما متش اصلا؟ الجرح اللي على ظهرك ده كان المفروض موتك. لوجان بيقول له ما هو ده اللي انا مش فاهمه لحد دلوقتي. العجوز بيقول له هو حاجه من الاتنين، اما ان ده مجرد حظ او ان حد من هناك عاوزك تكون عايش، بس مش مشكله، انت عشان تتشفي بشكل كامل هتاخد بتاع اسبوع كده ولا حاجه. لوجان بيقول له والله اول ما اقدر اتحرك هروح عشان اخد الاجابات من الضيف بتاعنا. تور بيقول له بعد ما تاخد الاجابات هتعمل ايه؟ لوجان بيقول له هطردهم واحد واحد. دكتور بيقول له انت ناوي بقى تعمل الكلام ده لوحدك؟ لوجان قال له والله عاوز تيجي معايا مش هقولك لا. وبعد كده الدكتور بيعالجه ولوجان بيصحى بالليل يفتح الشنطه بيفتكر الورقه اللي مايك فيها ساب له رقمه عشان يتصل عليه في اي وقت. وبعد كده بيخرج لصاحبنا اللي بره ويطلع الخنجر بتاعه وبيبدا يقطع فيه وبيبدا يطعنه وان هو ده نفسه الوحش. والوحش بيقول له اعمل اللي انت عايزه مش هديك معلومات، انت نسيت ان النينجا مش بيفشل معلومات؟ لوجان بيقول له ايوه انا عارف، وبيكمل طعن فيه وبيسيب السكينه في صدره وبيمشي. هو بيفضل على هذه الحال ايام وبيخلي الوحش يتمنى الموت حرفيا، ولكن لوجان بيستمر برضه وبعدها بيرمي عليه بنزين بيغرقه حرفيا بنزين. بس الوحش بدا يستفزه وبيقول له يا انا افتكرت مراتك دلوقتي، كان لازم تشوف وشها عامل ازاي وانا بخلص عليها. الطفل كان هيموت من الرعب، بس مراتك كانت غضبانه وعندها كراهيه من ناحيتنا، بس عشان اخليها تنسى الكراهيه دي على كل طعنه طعنها طعنها فيها بقت تعيط وتصوت اكتر. بس لوجان كان عنده ثبات انفعالي وبيجيب الكرسي وبيقعد وبيقول له اسمع يالا، وبيبدا يولع الكبريت. ولوجان بيقول له انا هحرق عينهم في ذاكرتك للابد، وعاوز ابشرك ان انت دلوقتي رايح لاوسع حته في الجحيم، في المكان اللي هتسمع فيه صوت الجلد بتاعك وهو بيتسلخ وتهشم عظمك وعمودك الفقري وهو بيتكسر. هو مش هخليك ترتاح لا، ولا في موتك ولا في اخرتك، تفي غياهب النسيان سترتجف خوفا من الشيطان الذي يقبع خلفك. هو ده الكلام يا عم لوجان. وبيرمي عليك كبريت بيولع في امه حرفيا. وفي مكان اخر عند مايك القائد بتاعه بيبعده عن مهمه التحقيق لقضيه لوجان. مايك بيقول له انت عبيط يا عم ولا ايه؟ ازاي نعمل نفسنا ما شفناش حاجه وعاوزنا نسيب الموضوع بالسهوله دي؟ القائد بيقول له والله احنا اتكلمنا في الموضوع ده وخلصنا منه، قلنا الدم اللي كان على السطح ده ما نعرفش بتاع مين، فعشان كده ما نقدرش نعمل حاجه وما عندناش كاميرات هناك ولا حاجه اتصورت. مايك بيقول له يا عم ما ايما كانت هناك وشافت كل حاجه قدام عينيها والناس اللي هاجموا على لوجان. القائد بيقول له ده كان امر مباشر من الناس الكبار وملناش علاقه بيه، المهم ان احنا ننفذ وخلاص. وبعد كده مايك بيروح لايما تقول له انها دورت ورا لوجان وعيلته والناس اللي ماتت وما لقوش انهم ناس متسجلين اصلا. يعني كلام مايك كان صح وان لوجان عارف مين اللي عمله كده كويس. وبعد كده بتكون ايما قاعده بتلعب في الواقع الافتراضي ومايك بيقول لها ما تركزي في الشغل يا بت. بتقول له ما انت عارف ان المجرمين اليومين دول بقوا بيعملوا صفقات في الواقع الافتراضي، خليني بقى العب قصدي اكمل شغل. اهو الكلام الجامد بقى اللي احنا بنشوفه بتاع التطورات ده كله بفضل اوزا. وبعد كده بتيجي المايك مكالمه من لوجان ولوجان بيقول له ان هو عاوز يقابله عشان عاوز يتكلم معاه وبيوافق بالفعل وبيروح لمطعم. وبعد كده لوجان بيجي بعدها مايك بيقول له انت كنت عايز ايه؟ لوجان بيقول له والله انا كنت عاوز اعرف وصلت لايه في التحقيق ومين هو صاحب القتل المتسلسل ده واي معلومه صغيره كده ولا كده هتفيدني. بس مايك بيقول له انت عبيط يالا ولا ايه؟ انت مغير هويتك انت واهلك وعملت قلق واختفيت وعاوزني اساعدك، يلا بقى ايدك ورا ظهرك وتعالى معايا على الاسم. بس ساعتها بيدخل واحد وبيبدا يهجم عليهم ولوجان بيقوم يتصدى له وبيكون الشخص ده شايل معاه منجل ولوجان بيطلع الكتانه بتاعته وبيتبادلوا الضربات. وطبعا مايك كان واقف في وسطهم زي اللطخ. وبعدها لوجان بيطلع عادي من ورا ظهره بالتقنيه بتاعته عشان يواجه الواد ابو 4 ايادي ده وبيبداوا يهاجموا على بعض تاني. وبعد شويه مناوشات لوجان بيقدر يفشخه حرفيا. وبعد كده مايك بيقول له انا عاوز افهم كل حاجه دلوقتي، ايه اللي بيحصل ده؟ انت مين ومين اللي كان معاك في المستشفى ومين ده وايه اللي بيحصل؟ لوجان بيطلع الجهاز اللي بيغير الوش وبيقول له ان هو نينجا ونفس الكلام ينطبق على الناس اللي في المستشفى والشخص ده. ولسه ما كملش كلامه وبنلاقي ان في عصابه جايين يهجموا عليهم في المطعم وبيضربوا المطعم بصاروخ، بس لوجان قدر ان هو يحمي مايك وهرب هو. وفي مكان اخر بنشوف الراجل العجوز ده وهو قاعد وبيجي واحد يكلمه وبيقول له ان الواد لسه عايش والشخص ده بيكون بيفكر هيعمل مع لوجان ايه.
وبس كده نكون خلصنا الجزء الاول من حكايه لوجان اللي هم اول حلقتين. فلو عايز تعرف ايه اللي هيحصل مع لوجان بعد كده، وايه هي العصابه دي، ومين النينجا، وايه الكلام اللي هيحصل بعد كده، ما تنساش لايك شير سبسكرايب. اهم حاجه السبسكرايب، لان اكتر من 75% منكم بيتفرجوا ومش بيعملوا اشتراك، وتقديرا برضو للفيديو اللي بيتعملوه في الساعه 1 بالليل ده. وبس كده، سيب لنا كومنت بايه اكتر جزء عجبك في الفيديو، وادخل قناه التليجرام اللي هتلاقيها تحت في الوصف، واللي بينزل عليها الجديد والتسريبات اول باول. وما تنساش تصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبس كده، سلام.